الكارما. كتير بنسمع عن الكارما الكويسة والكارما السيئة. حبيت النهاردة أناقش الموضوع علشان في الفترة الأخيرة قريت شوية حاجات كده غريبة خلتني أعيد التفكير في الاعتقاد فيه. مبدئيا لما دورت لقيت إن ملوش دعوة خالص بعلوم الطاقة والروحانيات زي ما الناس كتيرة فاكرة. طلع مصطلح باللغة السنسكريتية بيرجع للديانة البوذية والهندوسية والسيخية، بيقصدوا بيه القوة اللي بتنتج من تصرفات الشخص سواء كانت خير أم شر، وبتأثر فيه مستقبلا في حياته، وبتبصلها على إنها الطريقة اللي بيتم بيها معاقبة الفرد أو مكافئته على الأعمال السابقة اللي هو عملها. اللي بيحدد مستقبل الفرد يا جماعة هو ربنا، ده اللي أنا عارفاه. أفعاله بيتحاسب عليها، ولو فعلا الواحد اللي هيعمل حاجة غلط لازم تحصل له مصيبة بعدها، يبقى احنا كده بنهدم فكرة ومبدأ الغفران. ما نستغفرش بقى، يبقى أنا لو عملت حاجة غلط ما استغفرش واقعد مستنية الحاجة الوحشة اللي هتحصل لي مقابل الحاجة الغلط ديت. صح ولا ايه؟ وحتة الخير، ما هو انا المفروض لما اعمل حاجة خير هتتردلي ب10 امثالها، مش بس حتى هتتردلي بواحدة. ده كده ضد قانون الكون. بصوا، في آراء كتير مع قانون وفي آراء ضد قانون. أنا مش بتكلم النهاردة علشان تغيروا رأيكم أو أقنعكم بحاجة مختلفة، أنا بس لما لقيت آراء مختلفة حبيت أناقشها معاكم.